هاي نايلة. هلو ستيف. ليكي هلا انا انبسطت لما قلتي لي بودكاست، بس انه شو خطر على بالك؟ اكشلي قطع كذا سنة ودايما اقول بدي اعمل شيء للبنان، خصوصي انه جربت الهجرة وما حبيتها. وهيدا الشيء بيجي من منطلق انه العالم بتفكر انه the grass is always greener at the other side، بس وقت اللي هن بيروحوا على other side ليشوفوا عن جد ويستفيدوا من هالجراس اللي بيكون greener على اساس بيلاقوا انه لا it's not. فدايما نحن محل ما نحن اذا بنشتغل على المطرح اللي نحن فيه بصير هو احسن شيء، وساعتها بصير الجراس جرينر محل ما نحن بدنا اياه يكون جرينر. كتير حبيت شو عم بتقولي. بتعرفي ليه؟ لانه هيدا بياكد لي نظريه الNLP اللي بتقول انه نحن كيف بنفكر بنشوف 100%. يعني الانسان ما بيقدر يغير اللي حواليه ولا بيقدر يغير الانفايرمنت تبعه، بده يغير هو كيف شايف. بمجرد ما هو يغير كيف شايف وشو عم يعمل، ساعتها بتتحسن كل شيء بتحسن الامور حواليه. هيدي نقطه كتير مهمه عنا اياها بالNLP 100%. وهون ذكرتيني كمان بشغله صارت معي امبارح. كنت عم بحضر فيلم اسمه 1982 عن وقت الاجتياح الاسرائيلي لبيروت. اكشلي انا ماني حضرته من قبل، وثاقبت انه عاملين له سكرينينج كان بالجامعه، واتفاجأت بانه نحن بالرغم من انه منعيش حياتنا وكل اللي بدنا اياه هو انه نتطور بحياتنا، ان كنا تلاميذ مدرسه او تلاميذ جامعه او اذا عنا شغل، دايما نبقى راكدين ركض بدي اخذ هيدا الكورس، بدي اقرا هيدا الكتاب، بدي اتطور، بدي انما سنمينا بكل شيء اكسبت بلبنانيتنا. اتفاجأت انه الاشخاص اللي عاشوا الاجتياح الإسرائيلي لبيروت من 43 سنة حكوا ذات الشيء يلي الأشخاص يلي عاشوا العدوان سنة الماضي قالوا. يعني هيدا شيء بزعل صراحة. كيف فينا نساعد هالأشخاص يغيروا البرسبكتيف تبعيتهم من خلال الNLP؟ هلا انت ما فيك تغيري حدا اذا هو ما بده يتغير، اكيد هذا بالاساس. يعني بالNLP اكيد في كتير تكنيكس، لانه الNLP اساسا بتعتمد على اعاده البرمجه. لان اجمالا العقل الباطن عندنا بيتبرمج من خلال التربيه، من خلال المعشر، من خلال البيئه، من خلال المجتمع، من خلال مطرح ما خلقت، من خلال الدين، من خلال يعني العقل الباطن بيتبرمج. يعني بياخد مثل السفنجه وبيجمع عنده جواته، والردات الفعل بتكون نتيجه شو في جوات العقل الباطن. هلا شغل الNLP شو هو؟ شغل الNLP انه انا بعمل فورمات، بنظف من خلال تفكيك معتقدات معين، من خلال اسئله معينه، خلي العقل يفكر. لانه مش كل شيء عقلنا مبرمج عليه بيكون صح، لسبب كتير بسيط. لانه الحقيقه المطلقه منا ملك حدا، ما حدا بيملك الحقيقه المطلقه. الحقيقه كل انسان عنده جزء منها، بيشوف جزء منها. لانه الحقيقه هي اعتبريها مثل سفير بالنص، وهال8 مليار بني ادم قاعدين حواليها، كل واحد عم بيشوفها من نقطه، عم بيشوف نقطه منها، ولا يمكن حدا يقدر يمسك الحقيقه كلها. كلنا هال8 مليار بني ادم ماسكين يمكن الحقيقه طرف. كلنا مع بعضنا اذا كلنا اجتمعنا وعملنا يونيتي مع بعضنا. ايه هلا بلبنان للاسف الشديد كل واحد بفكر حاله هو القصة كلها والحقيقة عنده، وما بيتحمل انه حدا يناقشه بأي فكرة عنده اياها، لانه هو معتبر حاله انه هو بوس زمانه، حتى ما نقول شي تاني يعني. للأسف الشديد انه وقتا تشوف مثلا 2 أو 3 لبنانية كل واحد من حزب او كل واحد من بيئة، سيبوزو يعني فرضا عم يتناقشوا بالسياسة، بيوصلوا لوقت يمكن يقوصوا بعضهم، ويمكن يقبروا بعضهم، يمكن يضربوا بعضهم، ويمكن صارت ويمكن بعد بتصير. ليه؟ لأنه ما حدا عنده تقبل لفكرة إنه حدا غيره يكون ممكن يكون معه حق. هو معتبر حاله هو الوحيد اللي معه حق. ليه؟ لأنه كمان للأسف الشديد نسبة الذكاء العاطفي عنا بمجتمعنا متدنية جدا. شو يعني الذكاء العاطفي؟ هلا ما يعتبروا حدا إهانة، لأنه الذكاء العاطفي شيء والذكاء الIQ شيء تاني. بس الذكاء العاطفي هو الأساس بالنجاح، الأساس النجاح العلاقات الاجتماعية، أساس النجاح بالحياة، أساس النجاح بعلاقاتك حتى مع إخواتك، مع عائلتك، مع رفقاتك، مع مجتمعك، مع وطنك، مع العالم كله. ليه؟ لأنه الذكاء العاطفي قايم على أسس. هالأسس هيدي هي
اجر عندي واجر عند الاخر. يعني انا بدي افهم حالي، بدي اطور حالي، بدي اقدر اتحكم بانفعالاتي، بدي اقدر افهم انا ليه هاي الانفعالات عندي اياها، بدي يكون في عندي الحوافز الكافيه لحتى انطلق بالحياه، زائد بدي يكون عندي نسبة تعاطف عالية جدا مع الآخر لحتى أفهم هو كيف عم بيفكر، أفهم هو كيف عايش، أقدر الظروف اللي هو مرق فيها، زائد اللي بدي وصلنا للنتيجة الإخرانية اللي هي التواصل الإيجابي مع الآخر والتواصل الفعال مع الآخر. للأسف الشديد عنا بلبنان بمجتمعاتنا إجمالا، للأسف الشرقية كمان، أكيد مش كلها يعني، بس الأغلبية نسبة أو معدل الذكاء العاطفي وسط وأقل من الوسط. كيف فينا نشتغل إنه ننميه؟ كيف فينا نشتغل إنه ننميه؟ والله ليكي بتعرفي هلا من خلال برامج معينة ممكن نعمل برامج مثل هاي اللي عم نعملها أنا وياك هلا استاف. يعني إذا بتدرج هالشغلة هيدي، أول شيء الناس بيصيروا بيتقبلوا الفكرة أكتر، لأنه مرات له ذكاء عاطفي بيطلع فيك هيك. يعني مثلا مرة أنا كان عم بعمل تريننج، عم بعمل وركشوب عن الذكاء العاطفي، سألت إنه حدا سامع بالذكاء العاطفي، شو الذكاء العاطفي؟ طلع فيه واحد قال لي هيدي للصبايا. قلت له ليه للصبايا؟ بتعرف شو هو الذكاء العاطفي؟ قال لي لا بس بتخيل. قلت له طب استنادا على شو عم بترد؟ صفن. قلت له هلا بدنا نتعرف عليها سوا. لكن ما بيعرفوا شو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو قد ايه الواحد فهمان حاله، قد ايه عنده استعداد يطور حاله، قد ايه فهمان انه هو بمحل معين بحاجه يتطور، وعنده حاجاته بده يحكي عنها، بده يلبيها. لانه اذا ما فهمنا شو هي حاجاتنا بدنا نوقع بمشاكل. هون بما انه عم نحكي عن نفهم ذاتنا، قد ايه نحن قادرين نستفيد من هيدا الشيء، بما انه هلا زمن يعني عم نتذكر الحرب الاهليه وكل شيء صار بالحرب الاهليه يلي اكشلي بعد ما تخطيناه يمكن. قد ايه نحن الايموشنال انتليجنس اذا اشتغلنا عليها ممكن تقدر تساعدنا مش ننسى، لانه I think انه كل شيء اذا بدك مقاسي ومعاصي بنقطع فيها لازم نضل نتذكرها لنشوف نحن وين غلطنا، وين اخطأنا، لنقدر نتعلم من اخطائنا كرمال ما نرجع نعيدها بالمستقبل. قد ايه مهم نحن كافراد نقدر نشتغل على الايموشنال انتليجنس تبعتنا، نقدر كولكتيفلي كلنا ككوميونتي نقوم من وراء اذا بدك البقايا اللي باقي عنا، الريزيديو تبع الحرب الاهليه اللي بعدنا مشوهت لنا يمكن كتير امور. هي مشوهه كتير امور، اكيد مشوهه كتير امور، مشوهه الحقيقه قبل كل شيء للاسف الشديد. يعني الحقيقه مشوهه. ليه مشوهه؟ لان ما حدا عم يحكي شو صار فعليا. يعني كل واحد بيحكيها من الوجهه اللي بتنفعه او اللي بتخدمه او اللي بتوصله لاهدافه. الكل غلطوا بالحرب الأهلية، ما حدا ما غلط. وهي عطول بقولك كل واحد حمل بارودة وقوص خيه أو مواطن معه بالبلد غلط. كل واحد، ما حدا ما غلط. كل إنسان قتل بالحرب الأهلية غلط. اسمها حرب أهلية هيدي. ما كنت عم حارب عدو، أنا كنت عم بحارب ابن بلدي. هيدي مش مقبولة ولا بقانون ولا بشريعة، مش مقبولة. هي مرفوضة كليا. مش مقبول انه امسك بارودة واقتل ابن بلدي شو ما كان يكون. ما في مبرر. دينه، مذهبه، طائفته. خيي انت ما اخترت طائفتك، ما حدا اختار طائفته اصلا. بأي حق انت بدك تقتل انسان هو اصلا ما اختار طائفته لانه مختلف عنك؟ مين قال لك انك انت صح اصلا؟ انت سألت حالك شي يوم يمكن تكون انت غلط وهو صح؟ ما هو عم بيشوف انت غلط وعم بيشوف هو صح. ما كل واحد منكم عم بيشوف حاله هو الصح والتاني غلط. وين قدرتكم انه تفكروا يمكن تكونوا انتوا غلط ويمكن هديك صح؟ يمكن اثنيناتكم صح، يمكن اثنيناتكم غلط. اذا كنا غلط او كنا صح بنقتل بعضنا، بنضل نقتل بعضنا لحتى ننفي البشريه. طيب ننفي الانسان. في اشخاص بلبنان بعدهم حابين يرجعوا على الحرب الاهليه، بالنسبه لهم يمكن هذا المخرج لا يوصلوا للي هن بدهم اياه. نحن كيف فينا او شو النصيحه اللي بتعطيها لهيك اشخاص
من خلال الايموشنال انتليجنس، من خلال الان ال بي، تا يقدروا شوي هيك ياخذوا ان ريكول، يرجعوا شوي لورا، ياخذوا نفس، يجربوا يغيروا البرسبكتيف تبعيتهم، يمكن منظارهم للامور، تا يقدروا يمكن ياخذوا قرار مغاير. ليكي سؤالك كتير حلو عن جد، حبيته. المشكله بهول اللي حابين او بيحبوا انه ترجع الحرب الاهليه او بيحبوا ترجع الحرب، اصلا ما عاشوا الحرب، ما بيعرفوا شو هي الحرب، ما بيعرفوا اهوال الحرب اللبنانيه، مفكرينها تسليه، مفكرين حالهم انه هن كانوا قبضايات وقتها، او اللي عم بيخبرهم عن الحرب هو كان قبضاي. لا، مش مزبوط. اللي عم بيخبرهم عن الحرب كان مجرم، كلهم كانوا مجرمين اللي عملوا الحرب الاهليه واللي فاتوا بالحرب الاهليه واللي قتلوا بعضهم. ما حدا كان بطل، ما حدا منهم كان بطل. للأسف الشديد في بعض الأحزاب عم بتغذي هالنزعة عند الشباب. أكيد مش كلهم، يعني يمكن البعض يسمع، يمكن البعض يفهم، يمكن البعض يتجاوب، بس ما فيك تتخيل قد ايه المدخكاج، قد ايه الماس هيبنوسيس شو بتعمل. وبعدين ما تنسي شغلة، بعض الأحزاب بتحط لك هالموسيقى الضخمة، الإيبك ميوزك، بتعمل نوع من بتعلي الادرينالين، بيصير الواحد مخه واقف، بيصير بيستقبل كل المعلومات اللي بيعطوه اياها، بيصير تحت سيطرة هالمعلومة هيدي، لأنه مخه واقف. بعدين خاصة وقت يكون في عندك الماس موجودة وكله عم يعمل الأفوري هيدي، خلص المخ واقف، عم يستقبل. يعني صار في عندك نوع من تنويم مغناطيسي جماعي تحت تأثير موسيقى معينة أو أغاني معينة، أغاني حماسية. كلنا حبينا هالأغاني الحماسية، كلنا كنا نسمع أغاني حماسية بالحرب. أنا من الناس اللي عايشوا الحرب يعني، وكنا نسمع الأغاني ونتحمس ويا لطيف، ويوم من الأيام حملت هالبارودة بدي أروح حارب، وكان عمري مش زغطورة يعني. قلت لها شو بدك مع مين بتحاربي؟ طلعت فيها إنه جنت. فهمت بعدين إنه هيدي حرب عبثية، إنه كنت صغيرة بس فهمت ساعتها، أخذت ركول لأنه كان عندي أم واعية. شو نصيحتك للأهل بهيدا الحالة؟ نصيحتي للأهل إنه الأهل ينتبهوا لأولادهم، ما يفوتون بأحزاب، ما يسمحوا لهم يفوتوا بأحزاب، خاصة الأحزاب اللي شاركت بالحرب اللبنانية. ما بدنا نسمي كل الأحزاب، كتار أحزاب شاركوا بالحرب اللبنانية، ما في حزب مستهدف. الأحزاب اللي شاركت بالحرب اللبنانية واللي بعدهم عايشين نفس العقلية واللي بعدهم مستشرسين على الدم، ممنوع هول الأولاد يفوتوا عليه. هن الأهل بدهم ينتبهوا. طيب وإذا الأهل هن منهم أبدا واعيين لهيدا الشيء ومصرين إنه أولادهم يمشوا بذات الخط اللي هن مشيوا عليه، خسارة لأنه هون أنا ما في إجي الأهل كمان إجي عربيه من أول وجديد، لأنه للأسف الشديد كمان هيدا كمان أسف جاي أسف تاني، إنه بعض الأهل، كتار أهل مش بعض، كتار أهل ما عاد فيها الكونكسيون، ما عاد فيها العلاقة مع أولادهم. يعني صار الولد علاقته أكتر مع السوشيال ميديا، مع التليفون، مع الآيباد، مع اللابتوب، مع شيء خارجي. أهله ملهيين بشيء تاني، بشغلهم، يمكن بعلاقاتهم، باجتماعياتهم، بانتخاباتهم، ببلدياتهم، ما بعرف، أو بأمورهم السياسية، ما بعرف. بس ولكن الأهل، الولاد والأهل ما عاد عندهم هالعلاقة. يعني شو ما حكي معه الأهل للولد مش هيرد عليه. هلا هيدي الفكرة رح ارجع لها بعد شوي، بس بما انه نحن eventually ما عنا مهرب من الاشخاص يلي منا واعية على هالامور وما عدا ماشية فيها مثل ايام زمان، شو نصيحتك للانتوراج تبع هالاشخاص؟ يمكن الجيران، يمكن الاصحاب، يمكن اشخاص من خارج هالكونتكست يلي هو يمكن واعي وشايف. كيف فيهم يساعدوا هالاشخاص حتى لو هن يمكن منهم رايدين لانه منهم شايفين؟ شو فينا كيف فيهم يساعدون؟ رح اقول لك كيف يساعدون. بيعملوا نشاطات رياضيه، نشاطات اجتماعيه، بيعزمونا عليها، بيعزمونا على حفلات حلوه، يعني حفلات فيها نتيجه حلوه، نتيجه ايجابيه يمكن للضيعه. يعملوا مشروع للمدينه، للحي اللي هن فيه، يعملوا مشروع مثلا اسبوع النظافه، اسبوع مثلا ريسيكلاج، او مثلا يعملوا مثل دورات تثقيفيه. يعني تكنيكلي المخرج الوحيد هي انه الشخص يهتم بتطوير ذاته. بالضبط. بس يهتم بتطوير ذاته ممكن ساعتها بالضبط اكيد ساعتها بده يتطور عقله ويصير عنده نوع من اسئله وسلف ريفلكشن لاجوبه غير اللي عطوه اياها. اوكي
حلو هيدي الطريقة. يعني نحن ككوميونيتي لازم مش نتكل انه هيدا من غير طائفة او هيدا غير خط سياسي شو بدي فيه، لازم انا اقرب صوبه واعزمه على المشاريع التنمية 100%. كلنا عنا مشاريع التنمية يلي كلنا عنا مسؤولية، كلنا مسؤولين. That's nice. اوكي، عندي سؤال تاني لإلي. قد ايه هيدا الشيء مهم انه كل فرد يقوم فيه ليطور علاقته بالمجتمع بالرغم من او بظل غياب السيرفيسز يلي يمكن بلدان تانية عندها اياها واصلت لها من الدولة ونحن منا واصلت لنا من الدولة؟ سؤال صعب. سؤال كتير صعب. ليش سؤال صعب؟ لأنه لحتى تعملي هيك مشاريع بده يكون في تمويل. يعني مش كل الناس قدرت تحط من جيبتها، خاصة بظل هالظروف الاقتصادية الثقيلة، مطرح ما أنه المصارف سرقت من مصريات العالم على عينك يا تاجر وما حدا عم بيطالب فيها. بقى يمكن من 5 سنين كانت أهين، كنا نحط من جيبنا، كلنا كنا نحط من جيبتنا. أنا من الناس اللي كنت تحط من جيبتي كرمال أعمل إيفنت أو كرمال أعمل وركشوب، ما عندي مشكلة. هلأ الواحد صار بيحسب لقدام إنه قديه أنا قادر حط من جيبتي. يعني هون صار السؤال كمان على الأشخاص يلي مرتاحين نسبيا بالبلد، يلي هن يمكن أوفات عم بيكونوا وزراء، رؤساء وزراء، يمكن نواب، مع انه ما بدنا نحكي سياسه، بس انه ما هن يعني كمان لازم يكونوا جربت ما اضحك. جربت ما اضحك وقت قلتي لي وزراء، بس ما قدرت. ولا يعني حدا منهم هن عم يستفيدوا على ظهر البلد. ايه يعني تنفترض بس ما حدا فاد البلد. فور شور ما حدا. بس ما هي يعني انت وصلت. هلا في ناس جربوا، حرام، في ناس جربوا حتى ما نظلم حدا. في ناس جربوا فركشون 100%، وفي ناس بعدهم عم بيجربوا يحكوا بالاموال، لانه انت قلت ما حدا عم بيسال عن اموالنا. لا، في ناس عم يسالوا عن فركشون. ايه يعني عم يوصلوا، يعني ممنوع الانسان، ممنوع اللبناني ترجع له مصرياته. ليه حي ليه خيي ليه سؤال كتير سئيل. يعني هون صرنا عم نتخطى I think وعم نوصل على الأجندة يلي منفرض علينا من برا على لبنان. and I think هيدي part منا. لو مضعاف ومستسلمين ما كان انفرض علينا شيء. 100%. لو ما استسلموا وضعفوا ما كان انفرض علينا شيء. ما حدا بيفرض عليك إذا كنت قوية وإذا كنت فارضة قوتك 100% للأسف الشديد. فلنرجع على فكرتنا الأساسية إنه وقت اللي شخص عم يعمل وزير المفروض بالآيديل إنه يكون جاي ليساعد، مش ناطر الدولة يلي بدها مين يساعدها هي تقوم بكل شيء. طب ما أنت سوري يعني وقت اللي يطلع ما رح سمي، بس إنه وقت اللي يطلع بالفوربس ليست وعنده مليارات الدولارات، طب إنه أنا عرفت مين. اكيد عشان الكل عارف مين، بس انه $1,000,000 يعني مثل يمكن الفراطه عنا نحن بالبورتمونيه تبعيتنا، يعني مثل $20 يمكن، او حتى مثل $5 معنا بالنسبه له. طب $1,000,000 مش ضروري يعمل لمنطقته، يعمل لمنطقته، لانه مفهوم الوزاره عنا غير المفهوم الاساسي. مش يعني وزير، مش يعني نايب، مش يعني نايب. مين نايب؟ نايب عن الشعب. نايب عن الشعب يعني الشعب هو مسؤول عنه، يعني هو رئيسه. يعني أنا كشعب رئيسته لهيدا، هو نايب عني. يعني أنا بعطيه الأوامر وهو بيشتغل فيها. يعني منرجع مش هو بده يمشي بموكب يوقف لي طريقي يكون رايح على شغلي، أنا بدي أتأخر على شغلي لأن حضرة جنابه ومستعجل على شيء بلا طعمة. أوكي، وعم يقبض مصرياته مني أصلا لأنه مش عم يخدمني. هو بده ياني انتخبه لحتى أخدمه. هو شغلته يخدمني غصبا عنه. هو شغلته اجا يخدمني. نحن كيف فينا نوصل لهون؟ كيف فينا نوعي الشعب على انه يعرف انه لا، مش انت بتنطر يدفع لك $50 لتنتخبه الشعب، انت بدك تقول له شو للاسف الشديد، لانه الشعب تعود على التزلم. عم بيصير فينا هيك. شو فينا نعمل؟ وين الحل؟ الحل هلا مش رح اقول لك الحل. انا اللي بيجي مرات ببالي ممكن ما بعرف، مأذي شكله بخوف. قولي نحن بنحب هيك اشياء. الحل هلا رح اقول لك شو. انا لو بيطلع بايدي مثلا رح اقول لك شو الحل اللي بيطلع براسي مرات. اجمع كل هالشعب بمحل غصبا عنهم، مثل الحبس، حطهم كل يوم اعطيهم درس بالمواطنه، درس بالاخلاق،
درس باحترام الآخر، درس بالمسؤولية، درس بالحرية المضبوطة، مش الفوضى هي اللي مفكرين لي إياها حرية، درس بتقدير الذات، مش إنه إذا الواحد حكاني كلمة قوم أوصه لأنه اعتبرت إنه هين خيي. ما حدا بيهينك إذا أنت أساساً محترم حالك. الإنسان ما بيقلل من قيمتك إذا أنت عامل قيمة لحالك أصلاً. كلمة يعني إذا إنسان إذا إجا واحد سبني أنا ما بينقص مني شيء، هو اللي نقص منه. هون بما انه نحن بدي اعتبر انه في اجيال يمكن ما بقى فينا نساعدها بهيدي الطريقه لانه اتس a little bit صعبه. صعبه بس هيدا الشيء فينا نعمله بالاجيال الصاعده، فينا نعمله بالمدارس. هلا هيدي كنت بدي احكيكي فيها وانت فتحتي لي الموضوع. هلا عنا ما بعرف اذا عرفتي نحن صار عندنا نقابه مستشارين مدربي تطوير الذات. امبارح كان عندنا اجتماع باي ذا واي، كان عندنا انتخاب اللجان وهيك، وبحيي النقيب يعطيك العافيه. عندنا مشروع تربوي اللي هو انه نصير نفوت على المدارس لتوعيه الاجيال الجديده على هالمواضيع هيدي. فهيدا اللي عم نشتغل عليه. هلا نحن كنا مبلشين هذا المشروع سنه الماضيه، كنا حاكيين فيه بتموز والحرب اجت بايلول، دونك كله وقف.